اوعى تقلب الفيديو ده، انا بقول لك اهو عشان ما يحصلش معاك زي اللي حصل مع اياد الموجي. واللي ما يعرفش اللي حصل مع اياد الموجي باختصار، قناته اتقفلت بسبب سترايكات او مخالفات جات لها على يوتيوب. صدقني لازم تكمل معايا الفيديو ده علشان اقول لك ازاي تخلي بالك من اي حاجه وانت بتشتغل على قناتك على يوتيوب. ورقه وقلم واكتب معايا واحفظ الفيديو ده علشان صدقني هترجع له تاني. واحد واهم حاجه انك تصور محتواك الاصلي، انك تظهر بوشك او بصوتك. اتنين، انك تستخدم موسيقى وفيديوهات مجانيه مش ملك حد تاني، ودي موجوده في مواقع كتير زي انفاتو زي فريبك. تالت حاجه انك انت تختار فيديو من فيديوهات محتوى عام او ترند، وبلاش يبقى محتوى شخصي او محتوى شخصي قوي، وافتكر ان انت لو استخدمت ثانيه واحده بس من الفيديو اقدر اقفله لك عادي جدا بسترايك. رابع حاجة، ابعد عن الافلام والاغاني المشهورة خالص يا صاحبي حتى لو ثواني معدودة، وافتكر ان في بعبع اسمه الكونتنت اي دي. 5، حاجة تكنيكال شوية لازم اقول لك عليها، انك انت ما تربطش كل قنواتك بادسنس واحد، عشان لو القناة اتقفلت الادسنس ده هيتقفل ومش هتعرف تعمل اي قنوات تاني يا صديقي. اوعى تعمل تبادل اشتراكات او تبادل مشاهدات، ده اكبر غلط خلاص وهتتقفش صدقني. 7، اوعى تنتهك سياسه التحايل عشان صدقني اليوتيوب صايع وفاهم كل حاجه بتعملها ويقفل لك اي قناه جديده تعملها والله لو عملت ايه. 8، ابعد عن محتوى الاطفال خصوصا المحتوى الضار منه. بص ما تطلعش محتوى اطفال اصلا واقفل الباب ده من بابه اصلا. 9، ابعد عن البث المباشر لمباريات الكوره، وابعد عن قص الفيديوهات بعد ما اللايف يخلص عشان ده بيتسبب ان القناه تتقفل فورا. ما تتحايلش على يوتيوب مش عبيط. 10، اوعى تعلم الناس ازاي تفعل برامج او ازاي ان هي تفعلها بطريقه غير شرعيه، زي مثلا انك تشرح للناس ازاي تنزل ويندوز مضروب او انك تحمل كراك لبرنامج. انت بتعمل ايه اصلا؟ ده غلط. 11، اوعى تشتري مشتركين واوعى تشتري ساعات يا صاحبي، هتتقفش يعني هتتقفش، والساعات دي هتقل بعد كده والمشتركين كمان هيقلوا. 12، اوعى يا صاحبي تستخدم عناوين او صور مصغره كاذبه او مضلله. دي بقى ممكن زي مثلا تقول لي ايه الحلقه الجديده بتاعت مسلسل المدينه البعيده ويطلع في الاخر عبد الغفور البرعي مثلا، انا عايش في جلباب ابي. 13، اوعى تنشر اي محتوى فيه ايحاءات جنسيه، وكلامي هنا لبعض الستات اللي بتعمل روتين يومي ولابسين لبس خارج وهم عارفين نفسهم على فكره. اخيرا واهم حاجه، استخدم اداه الكوبي رايت انك تشيك على الفيديو جوه يوتيوب قبل ما يطلع، وتعمل الفيديو قبل ما تعمله عام تشوف الاول لو في اي حقوق ولا اي حاجه تشيلها وتصلح اي مشكله اي فيديو. معلش الفيديو طويل شويه بس مهم، يا ريت اكون فدتك. شكرا.